ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هنجرب المنيو الجديده بتاعت ماكدونالدز بتاعت كاس العالم، وكمان هنجرب حاجتين قدام من اللي نزلوا بقالهم فتره كبيره قوي. احنا مش متاخرين على فكره، عشان انتوا بتقولي متاخرين، بس احنا بنستنى لما يعدي الفتره بتاعت الترند ويعدي الفتره بتاعت التجربه الاولانيه اللي الحاجه فيها حلوه، ونشوف بقى هتثبت على كده ولا مش هتثبت. فيلا بينا نجرب ايه؟ تشيلي تشيكن ساندويتش ومشروم مش عارفه ايه، مشروم ترافل بيف. ماشي. تشيلي تشيز تشيلي تشيكن تشيلي تشيكن ساندويتش ومشروم ترافل. لا هو مش مشروم ترافل، في مش مكتوب ترافل ترافل. في ترافل بس هو مش مكتوب ان هو ترافل. هنجرب سندوتشات ماكدونالدز الجديده بس كده. بالستريبس والبيبس. لو اول مره بتشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، فعلوا الجرس، ويلا بينا نجرب. ده الاوردر اللي فيه كل الحاجات. احنا هنطلعهم معاكم كل واحد ايه لوحده كده علشان نديله حقه. ده الاوردر بتاع الستريبس، هو جاي بس كده. العلبه دي بتاعه الستريبس فيها 3 قطع بس ستريبس، ومعاهم لا معلش مش 3، معاهم 2 من الكاتشب بس. والله الستريبس شكلها مش عاطفي، بس تعالي نجرب هنشوف وندوق. طعمها. يلا بينا. انت ستريبسايه وانا ستريبسايه، وناكل لما نشبع. هنقطعها كده. يلا ندوق. يلا بينا. هي هتقولي ولا اقول انا؟ انا هقول الاول. هي بتقرمش من بره، ملحها مظبوط، التتبيله بتاعتها لذيذه. طبعا هو مش باين هي جوسي ولا مش جوسي خالص، بسبب ان هي طبعا التوصيل بارده، بس هي حلوه مش وحشه. الفراخ فراخ بجد، طعمها لطيف، بس انا مطلبهاش. والله انا شايف ان انت تروح او انت تروحي تشتري اي كيس ستريبس من اي سوبر ماركت فروزن، هيبقى نفس الطعم، الكميه هتبقى اكبر بكتير، ولا هيبقى سخن. مش شايفها مميزه خالص. هي ستريبس بتاعت الشركات اللي هي العاديه، ومش احسن حاجه في ستريبس الشركات كمان، يعني في حاجات احسن من كده. ده رأيي. ماكدونالدز يخليه في الناجتس وستريبس لا. طيب ندخل على بعض. ويدج جايه، هي علبه الويدجز كده. هنكتب لكم الاسعار كلها على السكرين. انا اخترت اكسترا رانش صوص. بتختار صوص واحد معاها، هو جاب صوص الرانش. انا ما كنتش اعرف اصلا ان احنا ممكن نختار صوصات معاها، فاجئتني. طيب نفتح الصوص، وده شكل البطاطس من جوه. هي متقطعه كده، هي شكلها هوم ميد يعني. وهناخد بقى واحده وندب. اتفضل انت بطاطسايه وانا بطاطسايه. يلا بينا ناكل لما نشبع. وهندبت بقى في الصوص اهي، وندوق الويدجز. طبعا برضو مش مقرمشه، بس دي بطاطسايه مسكره. ايه ده بجد؟ انت كمان طلعت لك كده؟ واضح ان ماكدونالدز مش عامل حسابه ان البطاطس في وقت بتبقى مسكره. البطاطس من جوه مسكره، بس هي كويدجز وان هي تحس ان هي هوم ميد، فهي تعتبر هوم ميد يعني نديها 5 من 10، 6 من 10. انا كمان نفس الحكايه. الصوص احلى بكتير من البطاطس. صوص حلو قوي. الفكره ان انا مش منبهره، يعني هو زود حاجات على المنيو مش مبهره، يعني هي مكملات. انا مش حاساها حاجه فيها ابهار ولا فيها اختراع ولا اي حاجه. ايه ده؟ دي بطاطس. صح، انا قلت انت اختلطوا على بعض. ايه اللي حصل؟ انا اخدت الاوردر. انا متعود ابص في الاوردر كاب بتاع ماكدونالدز، فببص على الفرايز اللي هي الويدجز، لقيتها ميكس كده، فرايز ويدجز. فقلت له ايه ده؟ قال لي لا هعمل لك واحده ثانيه، وبرده اداني الثانيه فيها شويه بطاطس. واضح ان هم
بيحطوهم مع بعض بينقوهم بقى مش عارف. لا هو ماكدونالدز عامة لازم تعملوا تشيك على الاوردر وانتوا قبل ما تاخدوه تمشوا، بالذات لو واخدينه ديليفري، لانهم دايما البطاطس اللي بيحطوها بتبقى القديمه ولازم تديها لهم تاني علشان تغيروها وتاخدوا واحده من السخنه. ده اللي دايما بيحصل معايا في ماكدونالدز. اوكي وكده خلصنا. اللي بعد السبايسي تشيكن والمشروم بيف. يلا بينا. دول بقى هنجربهم مع بعض. اوكي هو دولت بيجوا. احنا النهارده كان في اوفر كده على ماكدونالدز ان انتوا تقدروا تعملوا اللعبه بتاعه الكوره، لو جبتوا اجوان بتكسبوا ميل. الميل دي كانت عباره عن السبايسي تشيكن او البيف مشروم ومعاهم ريجولار فرايز وريجولار كوكا، وتقدروا تختاروا ما بين تشيز برجر او تشيكن ماكدو. فدي كده ميل. واحنا طلبنا ساندوتش لوحده في اوردر تاني غير الويدجز والستريبس. فاحنا تعالى نجرب اول ساندوتش منهم. يلا بينا نجرب اول ساندوتش فيهم اللي هو البيف مشروم. هم عاملين حركه لطيفه كده ان العيش عاملينه على شكل الكوره. ايه ده انت ذكيه جدا. شوف ما خدتش بالي. يا سلام بجد 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 ما خدتش بالي. شفته مختلف عن ماكدونالدز بس ما خدتش بالي ان هو شبه الكوره. لا طبعا عاملينه شبه الكوره بتاعت كاس العالم. انت ازاي ذكيه كده. انت عارف ده شكل الساندوتش من جوه بيف بتاع ماكدونالدز العادي خالص، عليه جبنه وصوص ومشروم. انا شايف مشرومايه يا رب تطلع لي اهي. يلا بينا ندوق. يلا بينا هندوق. حاسس النص ده اصغر. والله انا شايفه ايه شكله لطيف. في كمان بصل مكرمل. من الواضح اهو ان في بصل مكرمل. الصوص بيبوظ شويه، بس هو مش شكل خالص اللي في الصور ولا اللي في الفيديوز اللي انا شفتها كريفيوز تانية. يلا بينا. قول. حلو. طعم البصل مكرمل، الصوص اللي محطوط عليه، البرجر على غير العاده مستوي كويس، مش اوفر كوكد، مش ناشف. الساندوتش اوفرول طعمه حلو. معلش بس لازم انا عجبني الترافل اويل. طعمه باين، او الصوص اللي هو فيه الترافل ده طعمه حلو. كارملايز ده اونيو باين. بس المشروم خفيف قوي، يعني مفيش. انا بالنسبه لي ما عنديش مشروم اصلا. اللحمه نفسها طعمها حلو برضو، مش عارفه ليه حاساها لحمه يعني. اوفرول لا حلو. ده عجبني. وندخل على اللي بعده برضه شبه الكوره. انا اللي اكتشفت الموضوع ده على فكره. الساندوتش العيش بتاعه برضه شبه الكوره. من جوه في قطعه تشيكن شكلها كده يعني زي بتاعه اللي هي الجاهزه. انا شامه فيه ريحه مميزه شويه، تحس كده كأن في كاري او حاجه، صح؟ انا شايف في بيكن تحت. قطعه بيكن والفراخ والجبنه، ومن فوق في صوص حراق والعيش بتاعهم. انا حاسه ده حلو. فيا ترى هيطلع عامل ازاي؟ ان شاء الله يطلع حلو. ايوه ده كده في تغيير، يعني انا حاسه بتغيير. انما الويدجز والستريبس بصراحه مش. لا الستريبس مش حاسه يعني. شايف ان هو في حته باظت. بوظت الساندوتش. باظت مش باظت. اوكي يلا بينا. شكله يلا ندوق. شكله التشيكن من جوه اهي كده، اللي هي المعجونه يعني. مش معجونه قوي ومعجونه. هي بتاعت الماكدو. بتاعت الستريبس. يلا ندوق. صح. انا اللي هقول. الساندوتش حلو. البيف البيف بيكن حلو قوي. الصوص حلو، كل حاجه حلوه ما عدا الفراخ لو كانت حاجه تانية او فراخ تشانك يعني، او صدور بجد فراخ، كان هيبقى طعمها مختلف. بتهيألي كانت هتبقى شايله الحاجات اللي محطوطه اكتر بكتير ما هي دلوقتي. مش حاسه بطعم الفراخ، حاسه بطعم الحاجات التانية. يعني كنت اتمنى يستخدموا التشيكن اللي بيستخدموها في التشيكن بريمير.
مش بتاعه التشيكن ماكدو بس كبيره، معجونه جدا ملهاش اي طعم. الصوص حلو قوي، البيكن بس جميل. معلش البيكن انا مش فاهمه ده ايه، هو ليه بيشد قوي قوي كده، مش بيطلع اصلا. ما اشتريهوش تاني. يجرب بس انت لما هتروح تطلب من ماكدونالدز هتروح تطلب يا اما بيك تيستي يا اما اسمه ايه، بيج ماك. الفراخ اللي جوه كارثه. لا مش حلو. الفراخ مش حلوه خالص. وضايقني حته ان البيكون مش بيتقطع مع تاني قطمه، هي برضه بحاول اشدها مش بتتشد. طيب تعالوا نشيل الكلام ده نلخص لكم التجربه. طيب كانت تجربه متوسطه، ما اقدرش اقول ان انا اتبسطت قوي بصراحه خالص من اوردر ماكدونالدز ده. ساندوتش واحد بس هو اللي حلو، اللي هو البيف المشروم. ستريبس وحشه، ويدجز عاديه جدا. تشيكن، لا تشيكن نفسها مش حلوه. عندك راي تاني؟ انا مش هقدر اقول على ان الستريبس وحشه، انا هقول مش انبهار خالص. يعني الناس اللي متعودين بتجيب ستريبس من بره او حتى بيعملوها في البيت مش هينبهروا نهائي، ما فيهاش اي طعم مختلف خالص عن اللي بنشتريها من بره جاهزه ونقدر اللي هي الفروزن ونقدر نقليها في البيت. ولا صوص حتى معاها. يعني ايه اشتري 3 ستريبس وما يبقاش معاهم صوص، جايبين 2 باكيت كاتشب كده بس وخلاص. فدي طبعا حاجه مش لطيفه. لو انتم مضطرين تجيبوها عشان ولادكم، هو الحلو فيها عايزه اقول لك ان هم لو كانوا استخدموا الستريبس دي في الساندوتش بتاع التشيكن تشيلي تشيكن كانت هتبقى احسن بكتير من قطعه الفراخ اللي هم حاطينها في الساندوتش ده تعليق بقى ايه على الاثنين. لو استخدموا الستريبس في الساندوتش ده كان هيبقى احسن بكتير. الساندوتش اللي هو تشيلي تشيكن ده ما عجبنيش لان الفراخ مش شايله خالص الحاجات اللي محطوط عليها. البان الجديده حلوه، او اللي هي معموله عشان ساندوتش طعمها حلو، العيش طري وطعمه حلو جدا. دي ممكن تكون حسنه يعني بالنسبه لهم. الجديد اللي هو المشروم بيف ده طعمه حلو. لو عايزين تجربوا الساندوتش وجربوه هيعجبكم. اي نعم ما فيهوش مشروم كتير، بس الساندوتش بالانسد، الحاجات اللي فيه جديده كمان على ان انت تروح تاكلها في ماكدونالدز. هو مش جديد على بره على فكره، يعني بره تقدر تروح تاكل الساندوتش ده عادي خالص، ما فيهوش اي تجديد. بس بالنسبه لماكدونالدز ان انت تاكل الساندوتش ده في ماكدونالدز فكرني زمان لما نزل البيك تيستي. بس كده. الويدجز بطاطس ويدجز معموله عاديه جدا، ما فيهاش اي افتكاسه، ومش هفكر اطلبها من ماكدونالدز خالص، خاصه الفتره دي البطاطس اصلا طعمها مسكر، فهي مش الطف حاجه. الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اطلع بيها من ده هي المشروم بالظبط. لو بتشوفونا لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. نشوفكم في فيديو جديد. باي.